هو ابتدى الموضوع ان انا لما في الميتنجز اللي احنا بنعملها مع الرؤساء يعني الشركات بتاعت الريل استيت، فاحنا بنقابل كل يوم او بنقابل ناس كتير جدا. فكان لما بتكلم مع ناس بقول لهم يا جماعه هو حجم السوق العقاري ده قد ايه؟ فواحد يقول لي والله السوق ده ب 50 مليار جنيه، واحد تاني يقول لي ب 100، واحد تاني يقول لي ب 500، واحد تاني تالت يقول لي ب 700. وبكلمك على كبار ورؤساء مجالس ادارات الشركات في مصر. فما كانش فيه مزوره هو السوق ده قد ايه يا جماعه، ما هي مصيبه لو احنا مش عارفين السوق ده بقد ايه. فابتدينا ان احنا نماجر هو فعلا مبيعات السوق ده بقد ايه. والحمد لله بقت دلوقتي ان انت هتسال اي حد في مصر السوق باع بكام في 2024، هيقول لك ان هو باع اكبر 50 مطور باعه ب تريليون 800، واكبر السوق العقاري كله باع ب 2 تريليون و200. فبقت دي المزوره اللي انت قادر ان انت تحدد عليها هو قد ايه والماركت شير اللي انا هاخده قد ايه. البيع مش معيار النجاح خالص. معيار النجاح هو التسليم، معيار النجاح هو الحياه اللي انا قادر اديها للعملاء ما بعد وفقا التسليم. للسبيكس بتاعتي بالفاسيلتي مانجمنت، بالظبط. بكريتنج لايف وكوميونيتيز للناس اللي معايا. فده معيار النجاح. ويمكن على قد ما بيوري الهيلث اوف ذا ريل استيت سيكتور، ولكن اعتماد عليه ان ده معيار النجاح فهو معيار خاطئ، وانا اللي بقول لك كده.